السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ الفيديو ده هنقول فيه كام ملحوظة كده مهمة قوي للطلاب بتوعنا العام واللغات. اول حاجة المحاضرة التانية في شرح العلوم المتكاملة لأولى ثانوي عام ولغات نزلت على المنصة دلوقتي. فلو حضرتك كنت مشترك معانا على المنصة ممكن تروح تتفرج عليها دلوقتي، ولو ما كنتش مشترك فممكن تشترك من خلال الأرقام اللي هسيبها لكم تحت الفيديو ده. تاني حاجة ان احنا ما نزلناش حصة حل كتاب الامتحان، وما نزلناش حصة الدرس الخصوصي اللي احنا نقعد نذاكر فيها مع بعض الحصتين اللي خلصوا دول، ببساطة لان كتاب الامتحان لسه ما نزلش. فان شاء الله باذن الله كتاب الامتحان على كلامهم يعني هينزل اخر الاسبوع ده او اول الاسبوع اللي جاي، يعني قبل حصه الثلاث اللي جاي ان شاء الله هيبقى كتاب الامتحان نزل. وما دام كتاب الامتحان هيبقى نزل ان شاء الله يبقى احنا هنصور على طول الحصص بتاعه الدرس الخصوصي وحل كتاب الامتحان. فما تقلقوش موضوع الحل ده، هو بس العطله كلها بسبب ان الكتاب كان متاخر، بسبب ان في تعديلات بسيطه قوي حصلت في المنهج، تعديلات لا تذكر يعني، بس هي اللي عطلت نزول الكتاب. وعموما قبل اي حاجه احنا الحمد لله بادئين بدري وعندنا وقت كافي ومرتاحين، اعصابنا مش مشدوده يعني، مش زي الترم الاولاني خالص. احنا الحمد لله وضعنا افضل بكتير من الترم الاولاني، اعصابنا هاديه، والدروس او المنهج احنا مقسمينه على الفتره الزمنيه بتاعتنا علشان ان شاء الله نخلص بدري ونلحق نراجع كمان. دي تاني حاجة. أول حاجة إن إحنا نزلنا المحاضرة، تاني حاجة إن إحنا مستنيين كتاب الامتحان عشان نعمل حصص الحل بتاع كتاب الامتحان وحصة الدرس الخصوصي. تالت حاجة بقى هي إن الطلبة اللي طلبت مننا تخفيض أو قالوا إن هم غير مقتدرين إن هم يدفعوا أي فلوس في المنصة، فإحنا النهاردة بعتنا أكواد لكل الناس اللي بعت لنا إن هم عندهم مشكلة في دفع المصاريف. بعتنا لهم الأكواد النهاردة وامبارح بالليل، يعني لو امبارح بالليل او النهارده فالاكواد بتاعتهم كده اتبعتت. ما عدا مين بقى؟ ما عدا الناس اللي بعتت على الرقم اللي اخره 980. مش انا بسيب رقمين للحجز يا جماعه، في رقم كده اخره 980. الرقم ده للاسف امبارح اتقفل تاني بسبب ضغط الرسائل عليه. فالناس اللي كانت بعت عليه رسائل للاسف الرسائل دلوقتي مش معايا، فبعد اذنكم لو تسمحوا الطلبه اللي كانت بعت على الرقم ده رسائل عشان تحجز او انها غير مقتدره ومش قادره انها تدفع الفلوس، معلش انا اسف وبعتذر جدا. ممكن تبعت بس اي مسج صغيره كده تفكرنا هي كانت باعته في ايه بالظبط، واحنا ان شاء الله هنرد عليهم النهارده وهنبعت لهم الاكواد النهارده لو هم كانوا عندهم مشكله في دفع الفلوس. كده الناس ما عادش ليها حجه. الطلاب اللي اشتركت تم تفعيل الاشتراكات بتاعتهم، والطلاب اللي كانت محتاجه اعفاء من المصاريف عافيناهم ودخلوا المنصه. مفيش ليك حجه دلوقتي انك تفضل تصيح في الكومنتات وتقول يا مستر نازل يوتيوب، لان الناس كلها بتقول زيك كده وبتدخل على المنصه يا ساذج تتفرج على الحصص ومستمتع بكل اللي احنا بنعمله. انت بس اللي قاعد بتصيح وفاكر ان صياحك ده ممكن يجيب نتيجه. خش دلوقتي احجز على المنصة لو عندك مشكلة في دفع المصاريف، ما تحملش هم، وربنا ان شاء الله يعني ايه يكرمنا الفترة اللي جاية كده، وتكون ان شاء الله فترة خير على الجميع. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو تاني. السلام عليكم.